السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه هريسه الفلفل الاحمر بطريقه حلوه جدا وسهله جدا جدا. النهارده انا معايا كيلو فلفل احمر وعليه شطه حراقه. انا حاطه يعني برضو يعني كيلو فلفل حراق ونص رومي. طبعا انا نضفته زي ما نضفناه معاكم قبل كده. دلوقتي ابتدي اضيفه في قلب الكبه حبة حبة، ما تحطيش كله مرة واحدة. وهنحط عليه معلقتين ملح، وهنضرب الفلفل بتاعي. مش عايزاه ناعم قوي برضو ولا خشن قوي، يعني انا عايزاه وسط، لا ناعم ولا خشن. دلوقتي نبتدي نضرب الفلفل من غير ملح ولا من غير توم. التوم يا حبايبي بيغير طعم الهريسة، لما بنركنها فترة في التلاجة بيغير طعمها، ومش هنضيف خل ولا هنضيف حاجة. دلوقتي انا برضو ما ضفتش ملح، هضرب بقية الفلفل كله في الكبة، وبعد كده هنبتدي نضيف الملح عليها. هضربه بس حاولي تنعميه شويه، ما تخليهوش خشن قوي. انا كده ضربت الفلفل، وده معايا الكميه ديت برضو انا مش هضيف عليها اي حاجه برضو، يعني احنا الحبه اللي احنا ضربناهم دول ما ضفناش عليهم اي حاجه. دلوقتي انا هبتدي اضيف الفلفل اهو، واحط عليه معلقتين 2 بس من الملح. ما تكتريش الملح، بحيث لو انت هتعملي بيه اكل ما يحدقلكيش الاكل بتاعك، ويطلع معاكي الاكل مظبوط. لو انت عايزه بقى تضيفي توم، هتضيفي مثلا هتعملي بتنجان مخلل، هتعملي بقى اي حاجه بالثوم، ممكن تاخدي من الهريسه وتضيفي عليها الثوم فريش، بيبقى احسن. والخل في وقتها، لان الخل لما يتضاف على الهريسه بيغمقها. ارجو اكون فدتكم بطريقه الهريسه الحلوه ديت، جربيها يا حبيبه قلبي ومش هتندمي. جميل جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.